صلوا معي على النبي اللهم صل عليه وعلى آل محمد زيدوا بالصلاة عليه. صلوا معي على النبي اللهم صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا صبح الصبح لقيت الديك الرومي بالمنظر ده كده، عاوزين نشوف ايه السبب ونحاول بقدر الامكان نعالجه مع بعض. بس بالله عليك يا جماعة، يعني قبل ما ندخل الفيديو حطوا لايك عشان اللايك ينتشر على الصفحة الرئيسية وباقي حبايبنا يستفادوا وكمان يفيدونا ان القناة تترفع يعني. تمام. وفي جروب اسمه عمالقة الطيور الزينة، بيع وشراء واستبدال جميع انواع الطيور. طبعا ما عنديش الا الديك ده بس، شايفين عينيه؟ ده ديك على جوز اناتي فنتايه اهي. طبعا زي ما قلت لكم جيت ابص لقيتها مكسره كل البيض ما عدا البيض بتاعها، وجيت افحص البيض بتاعها لقيته بيلق كده تقريبا، يا باظ من الحر يا باظ من التلاجة، لان كنت حاطاه في درج التلاجة اكتر من 10 ايام. فانا بعد ما قلت لكم هحطه تحتها واشوف لو نفع هقول لكم، ما نفعش هقول لكم. فانا برضو بقول لكم اهو يا جماعه في الفيديو، بيض التلاجة لما بيغيب في الدرج اكتر من 10 ايام بيبوظ. انا جربته اسبوع، جربت ان انا احط البيض اسبوع، كتر عن 10 ايام ممكن يكون مثلا 10-15 يوم باظ، فباظ تحت الفرخ فبيلق كده. رميته وسبتها كده. طبعا انا بحطها هنا مع الطيور وكده زي ما انتم شايفين، هي عاوزه تيجي بس انا عازلاها، لان ما بحطها مع الطيور بلقاها راحت هنا كده ترقد، يعني هي عاوزه حنة للرقاد مش عاوزه تقوم، رغم ان انا غيرت مكانها مفيش فايده فيه. حطيتها برضو عند الحمام لقيتها مقومه حمامه، والله انت فكرتوني، لقيتها مقومه حمامه وراقده على بيضها. مش عارفه بقى الحمامه رجعت راقدت على بيضها ولا خلاص كده. اهو لقيتها رقدت على البيض ده. لسه اشوف السخن. الحمد لله الحمامه رجعت رقدت عليه تاني، لان البيض سخن الحمد لله. والله انا لسه فاكره وانا بقول لكم دلوقتي ان هي رقدت على بيض الحمام. فجبتها هنا قلت بقى ايه، لما الحمام يطير حواليها كده في الراحه وفي الجايه يعمل لها ازعاج، يعني ما ترقدش مفيش فايده. يعني عاوزه افهمكم برضو الرومي لما بيحب يرقد، بصوا غيرته مكانه ودته فين، ودته البحر، المهم بتقوم راقده تاني طالما هي حنه للبيض. اللي عاوزه ترقد بترقد بفضل ربنا. تمام. احنا بقى في مشكلتنا الوقت في الديك ده بصراحه. انا حطيت له قطر وحطيت له لدرجه فلاجيل وانتينال. يعني بص انا بركه ربنا كده الفلاجيل والانتينال ده انا مستباركه عليه في اي تعب. بس طبعا الورم ده طبعا انتوا قلتوا لي الديك عينيه ورم يا مفرس قوي ونعمل فيه ايه وعالجيه وكلام من لدرجه ان انا رحت للدكتوره بيطريه وصفت لي مرهم اللي هو لونه اسود ده اعمله فيه. فانا بقى زهقت بصراحه، انا هعمل ايه دلوقتي؟ احط له حبايه كبسوله مضاد حيوي دلوقتي. ان بجد يعني منظر شايفينها حتى مقربه عليه مش حاسس بيا مش شايفني خالص، ممكن يحسني بس من صوت الخلاط. شايفين؟ عاوزه اعمل اضاءه تكميليه كده. شايفين حتى الميه لما نزل ميه كده من بيعمل حمام ميه وكاشف زي ما انتم شايفين كده. وانا ما عنديش اصلا ديوك الا هو، انا عندي ديوك بس لسه صغير لسه شمرته خالص. فانا هحاول ان انا اعمل التجربه دي معاكم وهنشوفها هتنفع ولا لا. اولا كده مبدئيا بما ان بيعمل ميه كده يبقى ده عاوز انتينال بشري كبسولات. ثانيا عشان ننشف الورم ده نحط له فلوماكس 500. طبعا الحمد لله انا عندي الحاجات دي ما بتتمنعش اهو، عندي الفلوماكس اهو يا جماعه، وعندي الانتينال ده بشري برضو يعني فلوماكس
فلوماكس وانتينال بشري اهو يا جماعه. ما بجيبش انا الدواء، كنت بجيب الدواء حاسه انه مش بيعمل حاجه، ده بيعمل يعني علاج فوري. يبقى انا هديله كبسوله فلوماكس وكبسوله انتينال، دي مضاد بكتيريا معه برضو ايه عشان. والفلاجيل هنا انا بجيبه برضو يعني ايه بعد ما بخلص، يعني مثلا ممكن اديله كبسوله دلوقتي وحبايه من ده اخر النهار، يعني الاتنين بيكملوا بعض في نفس اليوم. انما انا مبدئيا كده هحط له الفلوماكس تمام، وهحط له انتينال هديهم له دلوقتي في منقار، وهنتابع مع بعض هنشوف هيعمل ايه. وطبعا مش هتبقى يوم واحد بس، وهحاول ان انا البس جوانتي واشيل الورم بقى ايه يعني اسحبه بسرنجة او اي حاجه. طبعا انا مش محدش بيصور معايا عشان اوريلكم، بس انا برضو انا هعمل الوقت كده واوريكم انا الموضوع نجح معايا ولا لا. اهو يا جماعه شايفين الورم اللي في عينه. طبعا كتفته كده ونيمت، انا مش ماسكاه، مفيش حد ماسكه عليا. وهجيب ابره زي دي كده اهي، واحاول برضو لها طريقه يا جماعه، لها طريقه، بس انا هحطها واوريكم الطريقه. اهي يا جماعه الطريقه بتبعد عن العين خالص وبتدخلوا السن بالراحه. شايفين السائل الابيض ده؟ شايفين؟ بتسحبوا لغايه ما بتفرغوا كل ده. طبعا انا ما قدرتش ان انا اسحب ايه كتير وكده اهو، بس هرش بقى ايه هنا بتادين في الحته دي كلها. وطبعا انا حطيت اديت له في بقه، بلعته، ما حطيتش في ميه، بلعته كبسوله مضاد حيوي فلوماكس 500 وكبسوله انتينال بشري تمام. هنحط بقى البتادين ده في المكان اللي احنا حطينا فيه السرنجه، لان السرنجه ما عرفتش اسحب كتير تقريبا، لسه الخراج ما استواش وكده. ده بتادين اهو عشان اطهر الجرح اهو. يا جماعه ان شاء الله طبعا انا هتابعه بقى كده بالعلاج. طبعا مش هيبقى يوم واحد بس، العمال دي مش هتبقى يوم واحد، هفضل وراه بقى اعالجه كده لغايه ما يخف. وان شاء الله هحط لكم مقطع ربنا يكرم كده ويخف، واقوم حاطه لكم مقطع يعني ايه، مش هنشر الفيديو ده الا لما اكمل علاجي معاه واقول لكم بقى ايه، واقوم مصوره كله مع بعضه يعني ملزقه المقاطع مع بعضها ونشرها لكم عشان تستفادوا ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني بعد 3 ايام من تعب الديك، طبعا اللي كان تعبه وعينيه ورمه، وانا طبعا عملت معاكم الخطوات شايفين بسم الله ما شاء الله. قام يعني بص كان بياكل الوقت، يعني لولا جبت الكاميرا وجت جري عشان اوريلكم هو بياكل، هو ما شاء الله فايق جدا جدا اهو الحمد لله، صحته بقت حلوه. طبعا كنت بديله مضاد حيوي مع انتينال عشان الاسهال، لان الحاجات دي بتسخن جسمه وبسخونيه جسمه بتقوم عامله له اسهال، فالانتينال ده حلو كويس تمام. انتينال مع مضاد حيوي لمده 3 ايام بسم الله ما شاء الله، كان نافش ريش الوقت وبياكل وبيشرب وزي الفل اهو. عايزه اقرب منه، هو لسه فيه برضو بس يعني فتحت، الاول كانت عينيه مقفوله خالص، هو لسه في شويه ورم بسيط في ايه، هو لا ادي العين ده سليم، في شويه ورم بسيط في العين التانية بس هتروح ان شاء الله مع الايام، يعني انا دلوقتي فصلت العلاج ما عدتش بديله علاج اهو. استنوا اهو شايفين عينيه فتحت وخفت خالص اهي كده. بقى انا هركن شويه وايه، ولو لقيته برضو ما تحسنش هضطر ان انا اديله ايه جرعه كمان 3 ايام ورا بعض. الجرعه بتبقى من 3 ل5 ايام، فانا عشان الجو حر مش عاوزه اهبطه، فانا ايه هسيبه بس كده 3 ايام يروق كمان شويه وياخد فتره نقاهه كده مع نفسه، وبعد كده اقوم عايداله العلاج تاني ان شاء الله اهو. بس الحمد لله مبدئيا فاق، لان كان فعلا نام ولا كان بياكل ولا بيشرب ولا بيمشي ولا اي حاجه، يعني انا شكيت فينا ممكن يموت بصراحه. وده كان موضوع حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.